بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، بعد ولادته ملك اليمن ملك يقال له سيف بن ذي يزن. يقول ابن المنذر ان اسمه النعمان بن قيس. ما طول في حكمه، يمكن سنة ونص أقل، يعني ما طول. وهذه الرواية التاريخية عن عبد الله بن عباس تحديدا. هذا الملك حينما ملك اليمن وفدت إليه وفود العرب من قبائلها، كل قبيلة بوفد تهنئه وتبارك له وتجدد العلاقات الدبلوماسية من زمان ترى، وتجدد السلام وتجدد العهد التجاري بينه وبينهم، ويقدمون له بعض الهدايا والتودد. كان له شأن. يقول أمية بن الصلت: واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا. وفدت إليه قريش بوفد. الوفد هذا كان على مقدمته عبد المطلب بن هاشم، خويلد بن أسد، أمية بن عبد شمس، عبد الله بن جدعان. وجوه قريش فطاحلتهم رجالهم أسيادهم وجوه. ترى الأسماء هذه لما تفد بوفد إلى شخص، ترى هذا الشخص له قيمة اعتبارية كبيرة جدا. تقدم عبد المطلب يوم وصلوا الوفد، تعريفهم بأنفسهم حتى كان تعريف، يا أخي اللغة هذه لغة مليئة بالمفردات العجيبة اللي تجعلنا حرام إن ما نستزيد منها. أول ما دنا عبد المطلب يبغى يتحدث بين يدي النعمان بن قيس بوفده، دنا يبغى يتكلم ويستأذن النعمان بالكلام، فقال له النعمان بن قيس لعبد المطلب جد الرسول، قال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. هذا بدايتها. قال عبد المطلب بن هاشم: أيها الملك، إن الله قد أحلك محلا طيبا شامخا باذخا صعبا هنيئا، وأنبتك نباتا طابت أرومته في أكرم موطن وأطيب معدن، وأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها ورأس العرب الذي تنقاد له وعمودها الذي عليه العماد، وسلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، وهذا الوفد وفد تهنئة لا وفد مزرعة. فقال الملك النعمان بن قيس: ومن أنت أيها المتكلم؟ فقال: عبد المطلب بن هاشم. فقال له: ابن أختنا؟ قال: نعم. فقال له: أدنوا مني. طبعا كان بينهم نسب قديم، فكان يعرف النعمان بن قيس أن هذا النسب من بطن قريش، وهذه المرأة يعني كانوا يتزاوجون فيما بينهم قديما، وكانوا يأخذون من خيار القوم وأسيادهم. فيوم سمع أنه قال أهل حرم الله وسدنة بيته، قال له: ومن أيها المتكلم أنت؟ فقال له: عبد المطلب بن هاشم. فأدنى منهم وأدناهم. سيناريو والحوار اللي صار عظيم، والبلاغة. يوم أدنى منهم النعمان بن قيس قال بصوت عالي: مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومستناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعطي عطاء جزلا. شوف البلاغة: قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار، ولكم الكرامة ما أقمتم. يا الله والفصاحة، يا الله والبلاغة. يقال أن وفد قريش أقام، يقال تاريخيا أنهم أقاموا في دار اسمها دار الوفود والكرامة، كانت عند الملوك قديما وما زالت إلى الآن، يعني يستقبلون فيها الضيوف. ويكون أقاموا قبيلة قريش، وفد قريش، شهر كامل في ضيافة النعمان بن قيس. في هذا الشهر اسمع السيناريو اللي صار: طلب النعمان بن قيس عبد المطلب بن هاشم على انفراد، قال له: تعال بدون ربعك بدون وفدك بدون أباك لوحدك راس لراس. فراح لعبد المطلب بن هاشم وقال له النعمان بن قيس: أذنوا مني. وأخلى مجلسه كامل، ما في هذا قصر حكمه المكان اللي هو جالس فيه وعرشه ما فيه أحد إلا عبد المطلب بن هاشم وهو. قال له: يا عبد المطلب، إني مفض إليك بسر من علمي ما لم يكن غيرك لم أبح به، يعني لو أنه واحد غيرك ترى ما قلته، ولكن لو أنه واحد غيرك ترى ما علمته، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره.
إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واجتبيناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة، ولرهطك قبيلتك كافة، ولك خاصة. هنا البشارة اللي جت عبد المطلب بن هاشم: إذا ولد بتهامة غلام به علامة، بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. عبد المطلب بن هاشم قال له: أبيت اللعن لولا هيبة الملك وسلطانه وفضلك علينا لطلبتك ما أستزيد به سرورا، يعني إني أستحي منك، ودي أتبين منك، زدني وضح لي كلامك هذا. فقال له: هذا حينه الذي يولد فيه الآن، أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا.